مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. وضع جيد للمحاصيل الحقلية بمديرية قلوج. توزيع بذور ذرة محسنة على المزارعين في مديرية فروه. المواطنون في مديرية الرعت يستفيدون من خدمات المياه بشكل جيد. أمريكا تشير إلى أن إيران تقترب من صنع قنبلة نووية وتعد بعقوبات جديدة. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركات انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا. وإعادة فتح تاج محل أمام الزوار رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الهند. السلام عليكم ورحمة الله. توجد المحاصيل الحقلية كالذرة والسمسم في وضع جيد في مديرية قلوج حسب إفادات مكتب وزارة الزراعة في المديرية، حيث تعتبر مديرية قلوج من أكبر المناطق التي تتسم بالزراعة المطرية الحقلية على مستوى البلاد. وأوضح مسؤول المكتب السيد قبرهوت بيانه لوكالة الأنباء الإريترية أن المديرية شهدت هذا العام تنمية حوالي 95 ألف هكتار، وبفضل الأمطار الغزيرة التي هطلت بداية من شهر أغسطس المنصرم بلغت مرحلة الإثمار. وأشار السيد قبرهوت إلى أن المساحة المزروعة تحتوي على الذرة بكميات كبيرة والدخن والسمسم بنسب قليلة، موضحا في الوقت ذاته انخفاض مساحة السمسم هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب تأخر الأمطار. وحتى يتم ضمان حصاد المحاصيل التي بلغت مرحلة الإثمار يتطلب هطول الأمطار على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر. أوضح السيد قبرهوت بأن التنسيق الجيد بين الجرارات الحكومية والتجارية لزراعة الأراضي في وقت وجيز وبأسعار مناسبة إضافة إلى التمهيد المسبق ساعد في الاستفادة الجيدة من كل قطرة ماء، كما ساهم بفعالية في نمو المحاصيل بشكل جيد. في غضون ذلك أفادت المعلومات الواردة من مديرية قلوج بتجهيز مبيدات كافية ضد الآفات والحشائش بالمديرية. شهدت مديرية فورو توزيع بذور ذرة محسنة على المزارعين جربت من قبل وأثبتت جودتها بهدف مضاعفة الإنتاج والإنتاجية. ودعا مسؤول تنمية المحاصيل في المديرية الشاب أسمروم شموندي ذاكرا للإنتاج وأهمية إدخال البذور، دعا المزارعين للإبلاغ الفوري لوكلاء الزراعة في حال ظهرت أي آفات زراعية أو أي أعراض جديدة وغير طبيعية. من جهته قال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في المديرية السيد صالح إبراهيم كاكاي إن البرنامج الذي أدخل بداية من الأعوام الثلاث الماضية على مراحل أثبت نجاحه على أرض الواقع، لذلك يجب مواصلته. هذا ويوجد في مديرية فرو حوالي 8300 هكتار من الأراضي الزراعية. يشهد إقليم القاشبركة وبإشراف الجبهة الغربية للتصدي والتنمية لقاءات بحثية لتعزيز مساهمة المواطنين في البرامج التنموية والاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وقد برهنت اللقاءات التي أجراها المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم السيد فرانكو كوبابا مع سكان مناطق كلوكو وكونا وكركاشا وسوسنا وكويتا، دعا فيها المواطنين لمواصلة الأنشطة التنموية الجارية بالتنسيق مع الجيش الشعبي بالتركيز على صيانة وبناء السدود والحفائر وشق وصيانة الطرق وحفظ المياه وحماية التربة وجمع ضرائب المواشي والزراعة ومكافحة غزو الجراد والوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما أشار السيد فرانكو كوبابا إلى أهمية المساهمة الواعية في رفع المشاركة بالتعليم والحد من العادات المتخلفة وإنجاح برامج التطعيم والإصحاح البيئي ودعم المحتاجين. وقدمت في اللقاء دعوة لتعظيم الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وأفادت المعلومات الواردة مواصلة اللقاءات الجارية إلى مناطق مديريات الإقليم المتبقية. أوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية الرعتة بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمود عبد الله استفادة المواطنين في كافة مناطق المديرية من خدمات المياه بطريقة رشيدة. وقال السيد محمود بأن الأعوام الماضية شهدت مساع حثيثة واستثمار ضخم من أجل حصول أكثر من 90% من السكان على خدمات المياه الصالحة للشرب.
من جهته قال الشاب آدم علي مسؤول خدمات المياه بأن المديرية يتوفر فيها 15 مشروعا للمياه، منها 6 تعمل بالطاقة الشمسية وواحد بمحرك ضخ و8 بالدفع اليدوي. وللقيام بالصيانة السريعة قام القسم بتوزيع المهنيين في كافة مناطق المديرية، حيث تتم عملية الصيانة التي تفوق قدراتهم على مستوى المديرية. ألحقت السيول والصواعق الرعدية أضرارا في الأرواح والمواشي والزراعة في مديريتي قندع وعرزة. وأفادت المعلومات الواردة مؤخرا بأن الصاعقة الرعدية في منطقة زبان دبري في مديرية عرزة قتلت شابة في عمر 18 سنة، فيما تسببت أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق الرعدية التي هطلت لحوالي 3 ساعات متتالية في 14 من سبتمبر في نفوق 14 من الماعز والضأن و9 من المواشي. كما أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن السيول المتدفقة بقوة من الهضبة عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت في 11 من سبتمبر تسببت في دمار المزارع النامية على ضفاف وادي ماي أتكوموم، وجعلت الطرق الترابية خارج إطار العمل. استشهد المناضل المقدم تسفاي هبته والدشقة عضو مركز التدريب الوطني لقوات الدفاع في 20 من سبتمبر إثر مرض ألم به عن عمر بلغ 68 عاما، حيث تلقى العلاج في الداخل والخارج. التحق المقدم تسفاي هبته بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1973، وخدم شعبه ووطنه بإمكانياته المختلفة بوفاء، حيث عمل إبان النضال التحرري في مختلف أقسام الجبهة وجبهات القتال، وبعد الاستقلال في مركز التدريب الوطني لقوات الدفاع بمستوى قائد في القيادة والهيئات. المقدم الفقيد هو رب أسرة وأب ل5 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم الاثنين 21 من سبتمبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا ويعرب مكتب التدريب العسكري بوزارة الدفاع عن بالغ حزنه باستشهاد المقدم تسفاي هبته، ويقدم تعازيه لأسرته وزملائه في العمل ورفاقه المناضلين. أنباؤنا هذه لا زالت متواصلة، ولكن بعد الفاصل. أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية، مما يعزز عقوبات الأمم المتحدة على طهران، والتي تقول واشنطن إنها استأنفتها رغم اعتراض الحلفاء والخصوم. وأشار المسؤول إلى أن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام، وإنها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية. وتتفق العقوبات الجديدة مع محاولة الرئيس دونالد ترامب للحد من النفوذ الإقليمي لإيران، كما أنها تأتي بعد أسبوع من الاتفاقين اللذين توسطت فيهما الولايات المتحدة لتطبيع علاقات دولة الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وهما اتفاقان قد يؤديان إلى تجميع ائتلاف أوسع ضد إيران. وتخطر العقوبات الجديدة للحلفاء الأوروبيين والصين وروسيا أنه على الرغم من توجههم نحو تجاهل الحملة الأمريكية لإبقاء عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فإن الشركات الموجودة في دولهم ستشعر بأضرار خرق العقوبات. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 شركات تركية وأردنية وكازاخية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما أعلن دبلوماسيون في بروكسل. وتم تبني القرار على مستوى السفراء، وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عقد في بروكسل، وعثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات، وسيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ولن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل ولا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية. ويجري الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم إيريني مكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي،
وأوضح الدبلوماسيون أن العملية البحرية سمحت بتوثيق الكثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها. أعلنت السلطات الهندية عن فتح ضريح تاج محل مجددا أمام الزوار في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال إلى سابق عهدها في الهند، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة في تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم. ويشير مسؤولون إلى أنه بعد إعادة فتحه سيتم فرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي، إضافة إلى تحديد عدد الزوار اليومي بحيث لا يتجاوز 5000 شخص، أي ربع المعدل العادي. والهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة وفيها العديد من أكثر المدن اكتظاظا في العالم، سجلت بالإجمال 5.4 مليون إصابة، وتسجل يوميا نحو 100 ألف إصابة جديدة و1000 وفاة. وقد تسبب الإغلاق العام الذي تم فرضه في مارس بالإطاحة بعشرات ملايين الوظائف. لذلك يقف رئيس الوزراء ناريندرا مودي مترددا إزاء فرض قيود مشددة مجددا، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري ل14 تابوتا مغلقا في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة في غربي القاهرة. وأوضح البيان أن جهود البعثة المصرية كان قد أسفر الأسبوع الماضي الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام. وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني المتميز من أجل إنعاش قطاع السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في البلاد، خصوصا في ظل جائحة كوفيد-19 والتي قيدت حركة السفر حول العالم. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.